اسكندريه هتغرق. العجمي، الانفوشي، قلعه قايتباي، كوبري ستانلي، وسط وغرب اسكندريه. على 2050 المناطق اللي انا قلت لك عليها دي هتغرق سواء بشكل كلي او جزئي. 7000 مبنى في اسكندريه مهددين بالانهيار بسبب البحر. ايه بقى الموضوع بالظبط؟ كان نفسي اقول لك زي كل مره انه بسبب تغير المناخ بس، لكن المره دي تغير المناخ معاه اسباب تانية. تعالى بقى اقول لك ليه اسكندريه هتغرق والمباني مهدده ان هي تقع. اولا بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب تغير المناخ. انت عندك ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون في الجو بترفع من درجه حراره الكوكب، درجه الحراره ارتفعت، اذا الجليد الموجود في القطبين هيدوب. الجليد لما يدوب ده بيعلي من منسوب البحار والمحيطات، ولما سطح البحر المتوسط يعلى اذا اسكندريه هتتضرر. ليه بقى؟ لان منسوب البحر لما بيعلى الميه المالحه بتتسرسب للمياه الجوفيه وتنزل في الاساسات المباني الموجوده على البحر والقريبه منه. لما الميه المالحه توصل للاساسات ده بيعمل تآكل في الاساسات وتآكل في التربه اللي عليها المبنى. بالبلدي كده العمارات اللي على البحر والقريبه منه مهدده بخطر ان هي تقع بسبب تآكل الاساسات بتاعتها وتآكل التربه اللي عليها المبنى. تاني سبب لغرق اسكندريه وانهيار المباني هو البنى العشوائي. انت عندك الحكومه بتبني كباري، فنادق، مباني، ومش بس كده، بتدي رخص للناس ان هم يبنوا على البحر. انا عايز اقول لك الكباري المعموله في اسكندريه دي كارثه. الكباري اللي على البحر بتغير مسار الامواج وتخلي الموج يضرب الاماكن المجاوره ليها بصوره اقوى واسرع، فده طبعا بيزود من التآكل. انت عندك اصلا كل سنه بيتاكل من الشاطئ متر ونص. الكوبري بقى بيزود الموضوع ده، ومش الكوبري بس، عندك الفنادق وعندك المباني اللي بتتبنى العاديه. البنى العشوائيه عامه على البحر بيقلل من مساحه الرمله، يعني بيخلي الشاطئ يتاكل اسرع، وبالتالي المباني برضو اللي هتكون موجوده على البحر او قريبه منه بتتاكل بشكل اسرع وبالتالي مهدده انها تقع. هتقولي ثانيه واحده، طب ما الحكومه بتحط بلوكات من الخرسانه بطول البحر عشان تحمي الشاطئ، ده حمايه ولا مش حمايه؟ خليني اقول لك ان دي حمايه قصيره المدى وفي نفس الوقت كارثه هي كمان. بلوكات الخرسانه اللي بتتحط على البحر بتعرقل حركه الرمله الطبيعيه اللي بتتجدد مع الموج، وبالتالي الشاطئ بيتاكل اسرع، وكمان بتلعب في حركه الامواج بتخليها تاكل الاماكن اللي حواليها بشكل اسرع. سيبك من كل ده، لما بتحط بلوكات خرسانه على شاطئ البحر بتقضي على الايكو سيستم اللي موجود. بالبلدي كده الكائنات الصغيره اللي عايشه في المكان ده اللي فيه سمك معين بيجي ياكلها ما بتبقاش موجوده، انت بتموتها، فالسمك هيعمل ايه؟ هيمشي من المكان يروح يدور على مكان تاني. انت كده بتبوظ اصلا الثروه السمكيه وفي نفس الوقت بتؤدي لتآكل الشاطئ. يعني الحل ده زود المشكله. طب ايه الحلول اللي تم اقتراحها في المصادر اللي انا هسيبها لك؟ اول حاجه ان احنا نمنع البنى العشوائي على البحر، ما نديش تراخيص لحد ان هو يبني، نبطل بنى كباري في اسكندريه، وبدل ما نستخدم بلوكات الاسمنت نستخدم الحواجز العائمه، امن. ده غير الحكومه معتمده في الاستراتيجيه بتاعتها على الحلول قصيره المدى، لا احنا محتاجين حلول طويله المدى، وعشان نعمل حاجه زي كده احنا لازم يعني نتعاون مع خبرات تانية من بره، ناس خبره في الموضوع، ناس عارفه بتعمل ايه على المدى الطويل. ده غير كمان ان احنا ممكن نعتمد على الحلول الطبيعيه زي ان احنا نزرع النباتات الملحيه اللي هي ايه؟ اللي هي السي جراس. دي عباره عن اعشاب بحريه بتدخل كده تعمل روتس او تعمل جذور وبتثبت الرمله، بتقلل من تآكل الشاطئ. هحط لك البيبر اللي انا نشرها في موضوع السي جراس، وهحط لك الثلاث مصادر بتوع دكتور عصام حجي تحت الفيديو. خد لك لفه كده عشان تفهم الموضوع بشكل اوسع.